بيبدأ الفيلم بتاعنا بمحمد وهو بيصبع على ولاد منطقته، وبنعرف انه شغال في محل تليفونات، وبيستأذن من صاحب المحل عشان يمشي بدري النهارده عشان وراه حفلة تكريم، وبنعرف انه هيتكرم عن مشروع وفكرة هو قدمها. بعدها بنكتشف شخصية عفاف وهي تبقى خطيبة محمد، وبتكون بتسوق لعبايات على النت وبتصورها علشان تبيعها. وبنتعرف على الشخصية الثالثة في الفيلم وهي ام عفاف، وبعدها بنتعرف على حسام اخو عفاف، وبعدها بنتعرف على اخو محمد وهو علاء. كده العيلة دي عايشين في شقة فيها ام عفاف واخوها ومحمد واخوه. محمد بيشوف عفاف وهي لابسة العباية المفتوحة دي فبيزعلها وبيقول لها انت مش هتقعدي على الاكل الا لما تغيري وتلبسي كويس، وبياخد منها التوكه ويلبسها في ايديه ويقول لها انا مش شاقلع التوكه دي ابدا من ايدي. وبيصحى حسام من النوم وبيزعق لهم عشان عاملين دوشه في البيت. بعدها بيروحوا كلهم عشان يتغدوا. ده ملناش دعوه بيه، ده علاء بياكل فينو، تقريبا ده التاني او التالت اللي بياكله بالطريقه الغريبه دي. المهم محمد بيقول له انت مش شايل اللوز، انت شايل زورك. وبنعرف ان علاء عاوز يتجوز، فام عفاف بترد عليه وتقول له هتتجوز الهانم اللي ولا ليها اصل ولا فصل ومخلفه وكمان بتشتغل رقاصه. محمد بيفتح معاهم الكلام وهم متجمعين وبيسالهم هو مين اللي هيجي معايا حفله التكريم. عفاف بترد عليه انا مش هسيبك تروح لوحدك مهما حصل، انا رجلي على رجلك. وفعلا بياخدها وبيروحوا هما الاتنين الحفله. بيدخل مدير شركه نوابغ العصر اللي عامل الحفله دي كلها. تبدا الحفله وبيقدم اللاعب ميدو اللي هو هيعلن اسماء الفائزين، وبينادي على المركز الاول وبيكون خد 180 الف صوت. محمد وعفاف بيفرحوا ويفتكر نفسه هو اللي هيطلع المركز الاول، وبيعلن عن الاسم وهو الاستاذ محمود خبور صاحب اطول بربور وخد شيك ب 500 الف جنيه. وبيعلن عن المركز الثاني وهو سعيد ابو فرده وحصل على 200 الف صوت وشيك ب 250 الف جنيه، وده موهبته انه بيعرف يهز الفرده بس كده. بعدها بيقدم الفكره اللي بعدها وبيقول دي فكرة شاب عملها عشان يخدم بيها أهل منطقته وفكرة عظيمة، والمشروع ده حصل على 999 صوت. وبتفرح عفاف وتقول له مبروك، بس محمد بيزعل وبيقول لها أنا ما كملتش ال1000 صوت حتى. وبيطلع على المسرح عشان يحكي قصته وقصة المشروع بتاعه. بيحكي المشروع بتاعه بكل بساطة وبيقول هو تطبيق صدقة جارية اسمه ضريبة أخوي لكل المقتدرين، تقدر تدفع من عليه جنيه واحد بس. يعني تخيل لو مليون واحد جالهم الحالة المريضة دي وتبرعوا لها بالجنيه ده هيبقى معاهم مليون جنيه. وعلشان الناس اللي ممكن تشكك في الفكرة دي وتسأل الفلوس بتروح فين، التطبيق هيعرفك فلوسك راحت فين بالظبط وراحت انهي بنك والبنك طلعها المستشفى ايه. ميدو بيكون فخور بالفكرة دي وفرحان بيها، وبيختم كلامه انه طبق الفكرة دي في منطقته ونجحت. تخيلوا بقى لو مليون واحد ولا 5 مليون ولا 10 مليون طبقوها. وبيروح عشان ياخد التكريم بتاعه والجايزة بتاعته وبيدوله مسلة. عفاف بتسأل هو احنا مش هناخد شيك زي الناس دي كلها ولا ايه؟ محمد بيقول لها يا بنت اسكتي، احنا الوحيدين اللي خدنا مسلة دهب وجايزة دهب. ميدو بيقول له لا دي مش دهب، دي بلاستيك، دي ديكور حطها في النيش او المكتب. بس بيرد عليه يقول له لا خلاص انا عرفت انا هحطها فين، انا هحطها على السفرة. وبياخد الجايزة وبينزل هو وعفاف من المسرح، وبنلاقي شخصية مهمة بتتكلم عن أهمية المهرجان، وكان مبسوط وبيتكلم على فكرة محمد. وهم مروحين بيتخانقوا علشان محمد مش عارف يجمع فلوس الشقة عشان يأجرها أصلا عشان يتجوزوا، وبيقول لها أنا مش عارف أجمع الفلوس دي كلها، أنا مش جاهز للجوازة دي. عفاف بتقول له أنت شكلك بتخلق، أنا عاوز أنفصل دلوقتي حالا. فبيخبط بالموتوسيكل في صخرة وبتنفصل بالموتوسيكل فعلا وبتقع. بيروحوا البيت وبيكونوا زعلانين إن الناس التافهة دي كلها أخدت فلوس كتير وهم لأ، وبيسألوا بعض هي العيال دي بتعمل إيه عشان ياخدوا الفلوس دي كلها من النت. بعد كلام كتير وتفكير حسام بيقترح عليهم ان هم يحاولوا يخترعوا ترند عشان يكسبوا فلوس. وبعد تفكير كتير علاء بيقول لهم احنا نجيب حصان ونخليه يعيش معانا هنا في البيت ونصوره. بس حسام بيقول له يا ابني الحصان غالي مش هنعرف نجيبه. فمحمد بيرد عليهم باستهتار وبهزار بيقول لهم خلاص هات حمار. فبيقتنعوا بالفكره دي ويوافقوا، بس النبراوي صاحب محمد بيقول له اوعى تسيبهم يعملوا كده. فمحمد بيوضح له ان هو بيهزر ومستحيل يسيبهم يعملوا كده. بيفرح بكلامه ويقول له انت فعلا احنا متربيين على المبادئ والاصول دي. بعدها بنلاقيهم داخلين بالحمار وبياخدوه عشان يغسلوه وينضفوه ويهتموا بيه لانهم هيقعدوا معاهم وهيعملوا محتوى كله عن الحمار ده. كمان بيحطوا له مكياج وبيلبسوه لبس وبيخلوا الحمار ده قاعد معاهم في الشقه وفي كل وقت، وكمان بيصوروه وينزلوه على النت. الفيديوهات دي اول لما بتنزل على النت بتضرب ترند وبتنتشر على كل المنصات. ده كمان في ناس بقت تيجي وتتصور مع الحمار ده وبيعملوا الحمار ده حفلة، وكمان وكل فيديو بيصوروه بيضرب ترند وبيكسر الدنيا. بنلاقي الراجل المهم اللي كان في الحفلة بتاعت محمد بيجي الحارة عندهم وبيسأل هي فين بيت عيلة الحمار، وبيوصل له بيخبط عليهم وعلاء بيطلع عشان يفتح له. وأول لما بيشوفه بيتصدم وبيتخض وبيعرف نفسه وبيكون اسمه الجوكر. بس علاء بيكون عارفه وبيرد عليه جوكر بي أكبر مكتشف وراعي للمواهب في مصر، وبيخليه يدخل. بيدخل الجوكر وبيقول لهم انا فخور بالترند اللي انتوا عملتوه، فكره عظيمه وذكيه. وبيعرفهم على حبيبه السكرتيره بتاعته وبيقول لهم هي صغيره في السن بس عقلها كبير وبتفهم في الشغل جامد قوي. وقبل ما بيتكلم في اي حاجه بيقول لها وزع عليهم العقود عشان يمضوا عليها. محمد بيستغرب انت ما شرحتش اي حاجه احنا هنمضي على ايه. فبيوضح لهم ان هو بيحب يدعم المواهب دي والترند كمان، والعقد ده هيخليه يتصرف في المحتوى بتاعهم كله يعملوا ايه وايه لا. كمان بيضمن لهم ان في اخر السنه دي كل واحد هيكون معاه شقه وعربيه وفلوس في البنك.
وعلاء اول واحد بيمضي من غير ما يقرا اي حاجه، وبيحصلوا حسام وبيمضي هو كمان. محمد بيقول لهم يا ابني انتوا لازم تقروا العقود، ومحامي كمان يشوف العقود دي، بس محدش بيسمع له. وعفافية كمان بتكون عاوزه تمضي بس محمد بيمنعها. فالجوكر بيقول لحبيبه وزع عليهم الازرق، وبيفتحوها وبيلاقوا جواها دولارات، وبيتصدم وعفاف بيغمى عليها من الفرحه. اصلا علاء بيرخص نفسه ويهزق نفسه عشان يرضي الجوكر. محمد بيتعصب منه ومن تصرفاته لان ده اخوه الكبير. والجوكر بيقول لهم احنا عايزين نقفل ترند الحمار ده ونعمل ترند جديد. محمد بيروح يحكي لام عفاف وبيقول لها على كل اللي حصل، وبتزعل وبترد عليه انا لو كنت صاحيه ما كانش كل ده حصل، ولا كنت هخليهم يمضوا، وكنت هطرد الراجل ده. ومحمد بيقولها ده بنتك كانت بتشاور عليها عشان تمضي، بس بتقول له ده عيله خايبه، خليك وراها وخليك ورا اخوك وابني وساعدهم عشان يطلعوا من المصيبه دي. وعفاف بتكون بتفكر في كلام الجوكر اللي هو قاله، وبتفكر في الفلوس والشقه والعربيه. محمد كمان هو كمان بيكون مصدوم من اللي بيحصل وبيفكر وزعلان من اللي شافه من اخوه واللي اخوه عمله امبارح. حسام بيروح يبوس دماغ محمد وبتاسف له وبيقول له ما تزعلش مني. فبيرد عليه انا مش ضدكم ومش ضد ان انتوا تمضوا، انا عاوزكم بس تعرفوا انتوا بتمضوا على ايه، وكمان انتوا ما تعرفوش الراجل ده عشان تثقوا فيه كده. وبنلاقي على داخل بعيال الرقاصه وبيربيهم اللي هو بيكون عايز يتجوزها، وبيتريقوا عليه وبيضحكوا. محمد وعفاف بيكونوا بيتمشوا وبتقرر تعترف له بحاجه، فبتقول له لما تعرف ما تمدش ايدك عليا. محمد بيتخض وبيقول لها انت عملت ايه؟ بترد عليه انا مضيت مع الجوكر. بيحسبها بتهزر بس بتاكد له فعلا انها مضت. بيتعصب وبيزعلها انها ازاي تعمل كده، بس المبرر بتاعها انه ممكن يطلع شخص كويس ويجي من وراه خير وفلوس. بيتعصب تاني العقد ده لازم يتفسخ حالا والا هموته. فبيروح للجوكر وبيلاقوا محمد هو كمان مضى العقد. والجوكر بيساله انت كنت مقلق ليه كده؟ فبيرد عليه لا دي كانت حاجات بسيطه كده كنت عاوز افهمها وفهمتها خلاص. بعدها بيقول للجوكر انا عندي تحفظ، وبالله الباب بيخبط. واحد من اللي شغالين معاه الجوكر وعامل عقد معاه بيرفض انه يقلع البنطلون في اللايف، وبيقول له توصل لحد البنطلون انا عندي تحفظ. الجوكر بيسمع الكلمه دي وبيقوم يضربه، انت ازاي ما بتسمعش الكلام وانت ماضي عقد معايا؟ محمد وعفاف بيخافوا من اللي بيشوفوه قدامهم وبيقول له خلاص والله هعمل كل حاجه. بيتكلم الجوكر ويسالهم انتوا بقى كنتوا بتقولوا ايه؟ بيغيروا كلامهم وبيوافقوا على اي حاجه. وبعدها بيجي حسام وعلاء وبيروحوا كلهم على صاله الاجتماعات مع الجوكر. اول حاجه بيقولها لهم ان هم يغيروا الاسامي بتاعتهم دي كلها لاسامي ترند. عفاف بتاخد اسم عروسة البحور، والجوكر هيختار اسم العلاء بعدين، وحسام هيبقى حس ويعمل حركة يطلع بيها ويتشهر بيها في كل فيديو. بعدها الجوكر بيعرض لهم اكونت نادية براء، ودي طالعة ترند والشباب كلها بتتفرج عليها وعلى فيديوهاتها ومكسرة الدنيا. بيقول لهم احنا بقى عاوزين نعلي عليها، وبيكمل كلامه انتوا لازم تعرفوا ان انتوا بتوعي ملكي، انتوا الواجهه بتاعتي، لازم يبان عليكم النظافه وعلى لبسكم، وانسوا عيله الحمار دي، انتوا هيبقى اسمكم عيله الاحبه. وبيقترح عليهم يتصوروا مع مشاهير عشان يتشهروا ويطلعوا ترند اسرع، وبياخد معاهم سيلفي قبل ما ينضفوا عشان يفكرهم بالصوره دي لو حد اتغير عليه. وبيروحوا افخم المحلات وبيعملوا جلسات تنظيف بشره وسكين كير، والجوكر بيتفرج عليهم وبيكون فرحان ان هم هينضفوا. وبعدها بيروحوا مول عشان يشتروا لبس ويجيبوا افخم لبس. وبعدها الجوكر بيقول لهم دلوقتي لازم تروحوا تتصوروا مع مشاهير عشان الجمهور بتاعهم يشوفوكم ويتفرجوا عليكم. بيبدأ محمد وبيروح لشيماء سيف وبيقول لها انا من معجبينك يا فنانه وعايز اتصور معاكي، وبيطلب منها يصور معاها فيديو بس بترفض وبتقول له انا مش فاضيه، هيقعدوا يقولوا عليا ان انا بتاخر، وبتسيبه وبتمشي. فبيقول لها ده انت خسيتي قوي. بتفرح وبتتبسط باللي هو بيقوله وبتقول له بجد انت اخدت بالك؟ بيرد عليها دي الحقيقه، غير التلفزيون خالص، ده التلفزيون بيتخن بتاع 70 كيلو. بعد الكلام ده بتوافق انها تتصور معاه وبيعملوا الفيديو، وبيكونوا بيتفقوا ان هم يعملوا تيك توك اللي هو الترند بتاع عمر وسلمى. وهو بيمثل بيجي يضربها بالقلم بس القلم بيجي عليها بجد، فبتتعصب وبتشتمه، فبيعصبها اكتر وبيقول لها طب انت اتخنتي بقى، فبتجري وراه وبيجري منها. بعدها بيروح لإلهام شاهين والكاست بيمنعه ان هو يدخل، فبينادي لها من بعيد ويقول لها صوره واحده بس يا فنانه من معجبيني، فبتقول لهم خلاص سيبوه هيتصور الصوره ويمشي. وهو بيجري عليها وبيقول لها بحبك، بياخدها وبيقع على الارض وبتتعصب عليه وبتزعق له، فبيتأسف لها وبيطلب منها الصورة وبتوافق وبتصوروا في الآخر. عفاف بعدها بتروح لواحد اسمه رشرش، والمفروض ان هو في الفيلم ده اشهر بلغة العربي، وبتقول له انا عاوزة اتصور معاك، بس هو بيرفض. فبتمسك فيه وبتزعق وبتعلي صوتها انه بيعاكسها وبتفضحه، بس في الاخر بيوافق وبتتصور معاه عشان تسيبه في حاله. بيخلصوا وبيروح للجوكر وبيكون مبسوط بيهم جدا ومبسوط باللي هم عملوه، وبيقول لهم هعمل لكم مكافأة على حسابي، انا هعمل لكم فيديو كليب من الالحاني، احلى فيديو تيك توك. وفعلا بيروحوا يصوروا الفيديو كليب، وبنلاقي فيديوهات نادية برائع منتشرة على تليفونات الشباب كلهم. بعدها حسام بيروح بيسهر في ديسكو وبنلاقي له معجبات كتير قوي جايين يسلموا عليه، وبنلاقي امهم قاعدة على السفرة لوحدها وزعلانة وبتقول هنت عليهم يسيبوني لوحدي ومحدش فيهم فكر فيا بعد ما كبرتهم، كلهم سابوني، كلهم مشيوا وبقيت لوحدي. بيروحوا يقعدوا مع الجوكر وبيكون مبسوط بيهم وبشغلهم، وبيقول لهم فلوسي بانت عليكم، وبيقول لمحمد وعفاف انا هعمل لكم اكبر فرح بس انا عاوز الجديد منه،
وعاوز حاجه ما حصلتش ومختلف، وبيقول لهم كلهم اللي هيبقى اعلى ترند فيكم هديله $10,000 فوق الراتب بتاعه. وبيقول لمحمد انت هتلبس سوبرمان، بمعنى اصح هتلبس البدله بتاعتك وفيها البوكسر الابيض. محمد بيتعصب وبيزعل، والكل بيحاول يهديه ويقول له خلاص يا محمد عديها والبسه، حتى عفاف بتقول له البسه عشان الفرح يتم. الجوكر بيهدده ما تخلينيش افكرك بالعقد، يا اما اللباس يا اما الحبس. فمحمد ما بيهموش التهديد وبيقول له خلاص يبقى الحبس يا جوكر. بعدها بنلاقي الفرح اتعمل وهو بيغني في الفرح، وبنلاقي عفاف بتدخل الفرح مركبه شنب وعامله راجل كل لابسه بدله، وبيتصوروا وينزلوها على النت، والكاميرا بتعمل زوم اوت وبنلاقي محمد لابس البوكسر على البدله برضه وبيتصور وبينزلها على النت. وعلاء بيدخل الفرح بمعزة وبيتصور برضه وبينزلها على النت. حسام برضه بيدخل الفرح بجوب كبير وبيتصور بيه وبينزله. وبنلاقي بنهاوي صاحب محمد لابس غوريلا في الفرح وبيروح للجوكر يقول له ايه رايك في التهزيق ده، ممكن تعمل لي عقد معاهم واشتغل معاك؟ بس الجوكر بيرفض. محمد بيشيل عفاف في الاخر ويلف بيها وبيرميها وبتقع على الجاتوه، وبيصور كل ده وينزله عشان يطلعوا ترند. وبعد ما بيتجوزوا وبيروحوا البيت عفاف بتفتح اللابتوب عشان تشوف الصور، وبنلاقي الصور بتاعت الفرح طالعه ترند ومكسره الدنيا. وامها بتيجي بتقول لهم عجبكم اللي انتوا عملتوه ده؟ من عيله الحمار لعيله الاحبه، اكبر عيله مهزأه في البلد. هو ده مشروعك يا محمد اللي كان نفسك فيه؟ مشروع الصدقه اللي كان نفسك فيه وطول عمرك بتقول ان الفلوس مش كل حاجه؟ بس بيرد عليها لا، الفلوس طلعت كل حاجه، انت مش شايفه اللي حواليا اتغيروا ازاي؟ كمان عفاف بترد وبتقول اتغيرنا للاحسن، ولا عاجبك الفقر اللي احنا كنا فيه؟ عاوز ترجع تاني للعيشه اللي احنا كنا فيها دي؟ محمد بيكون زعلان وبيقول لها احنا رجعنا لورا. عفاف بترد عليه هو الفيلا والعربيه وشهرتنا احنا كده رجعنا لورا؟ ما بتتعصب وبتقول لها ملعون ابو النت، انتوا اتحولتوا وبقيتوا كلاب فلوس. بتقول لهم انا همشي، وقبل ما بتمشي بتقول له بروح زور صاحبك البنهاوي وابنه، علشان كان في لعبه على النت فيها ضرب وقتل، وصاحب ابنه مسكه ضربه وكسره. وبتمشي. محمد بيروح لصاحبه عشان يقف جنبه وبيقول له ابني قبل ما يعرف النت كان كويس، ولما عرف النت بقى واحد تاني معرفوش واتغير، وكان ندمان ان هو اشترى له التليفون وهو السبب في اللي حصل لابنه. وبيكمل كلامه وهو زعلان، انا السبب، ابني ضاع مني. بنلاقي الجوكر جالهم البيت ومبلغهمش ان هو جاي. محمد بيطلع بيلاقي قاعد مع مراته بره وبيعاتبه وبيزعل انه دخل البيت من غير ما يستأذنه. بيرد عليه اعتبرني خالك وجاي ازورك، وبيكون فرحان عشان الفرح طلع ترند وكسر الدنيا، وبيديلهم المكافأة اللي قال لهم عليها، كل واحد فيهم $10,000، وبيشرح لهم الترند الجديد وان هم بعد ما اتجوزوا يتطلقوا. محمد بيتعصب اول ما بيسمع كده وبيرفض. عفاف بترد عليه وتقول له جوكر بيقول اللي هو عاوزه، فبيرد على محمد ويقول له ما تتعصبش، انت هتفتح لايف وتقول لها في اللايف انت طارق مش طالق، هيعملوا كده بس علشان ترند. وبرضه ما بيوافقش ويقول له احنا هنهزر كمان في يمين ربنا. عفاف بتوافق بس محمد بيكون متعصب. الجوكر بيسيبهم يفكروا وبيكمل كلامه. الناس بقت تحب الفضايح والفيديوهات هتجيب ضعف المشاهدات، وضعف المشاهدات يعني ضعف الفلوس، وبيسيبهم ويمشي. عفاف بتصمم بتقول ان هي عايزه تعمل كده زي مال عشان الفلوس، ومحمد ما بيوافقش. وبرضه بتصمم ان هم يفتحوا اللايف وبتقول له انا مش هرجع للفقر تاني، لو عاوز ترجع ارجع انت. فبيقول لها انت اقنعتيني، وبياخد تليفونه وبيفتح اللايف فعلا، وبيقول لها انت طالق وبيطلقها، وبيقولهاش انت طارق زي ما هو كان بيقول، لا ده طلقها فعلا. وبيكون زعلان وبيقول لها يا ريتنا ما مسكنا فلوس، وبياخد الفلوس اللي هو اداها له وبيرميها في وشها وبيمشي. بيروح محمد لحسام ويقول له انا عارف ان انت جاي عشان فرح علاء النهارده وعاوزنا نروح. قال له يا ناس بتدخل وناس بتخرج، بس بيوضح له انا مش عايزك عشان كده، انا واختك سيبنا بعض. بيقول له يا اخي بلا قرف، ده انا اخوها مش مستحملها، وبيديله برشام هو كمان بيبرش وبيدخل الديسكو. حسام بيقول لمحمد البنت اللي هناك دي بتلغيك، بس هو بيرفض يروح لها عشان ما يخونش اخته. بيقول له يا عم انت مش طلقتها؟ فبيقتنع عادي وبيروح لها وبياخدها على المسرح وبيغني وبيرقص. بعدها بيجي لهم علاء وبيتعصب عشان محمد ما بيردش على التليفون، وبيقول لهم انا اعرفكم على مراتي. وبتطلع اللي كانت بتلاغي محمد وكان بيرقص معاها من شويه، وبيتصدم انها دي اللي هتبقى مراته. وبيقول له حسام ده انا شويه وكنت هاخدها اروح بيها. بيكون محمد في البيت وبنلاقي علاء وحسام بيتسحبوا وماسكين في ايدهم لبس حريمي، وعلاء بيقول له يلا قبل ما يصحى من النوم، بس اصلا محمد بيكون صاحي وسامعهم وبيتصدم وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا. بيسمعهم بيتكلموا وعلاء بيقول له يلا زي كل يوم. محمد بيدخل عليهم الاوضه وبيتصدم اللي هو بيشوفه. بيلاقي علاء اخوه لابس بدله ناديه براءه وبيساله هو انت اللي عامل ناديه براءه وبتنزل على النت الفيديوهات دي؟ وبيكون حسام هو اللي بيصوره. محمد بيتصدم وبيقول لهم انا قلبي هيقف. علاء بيرد عليه ده شغل بيني وبين الجوكر وما كانش ينفع اعرف حد فيكم. محمد بيزعل وبيتصدم لان عفاف حب عمره راحت منه وبقت كلبة فلوس، واخوه الكبير بيمثل اشهر ست رخيصه في مصر.
وحسام اللي بيعتبر اخوه الصغير هو اللي بيصور اخوه وبيساعده في اللي هو بيعمله. محمد بيقول لهم الست اللي جوه دي صحتها في النازل وهتموت بسببنا، ملعون ابو الفلوس اللي تعمل فيكم كده. علاء بيرد عليه ما انت كمان هزقت نفسك زينا. بيقول له انا هزقت نفسي انا عارف، بس انا فقت وانتوا كمان لازم تفوقوا، وانتوا اكيد ندمانين عن اللي حصل ده كله. علاء بيرد عليه ويقول له بكل برود انا مش ندمان، وانا مش هعمل ست بس، انا هعمل اي حاجه عشان الفلوس. حسام هو كمان بيرد عليه ويقول له انا ما شفتش من الجوكر اي حاجه وحشه، ده مسكنا فلوس، الراجل ده اجدع منك يا محمد، وبيسيبوه يمشوا. بعدها حبيبه السكرتيره بتاعت الجوكر وامها بيروحوا يقابلوا محمد، وامها بتوضح لمحمد ان بنتها وهي بتشوف الدي في ار بتاع الشركه لقت فيديو لعفاف وهي بتغير هدومها. الجوكر كان حاطط لها كاميرا في الاوضه لما جاب لهم اللبس الجديد وصور عفاف، وبتقول له انا هعرفك مكانه فين روح هاته، وكمان بتوري له الفيديو على التليفون وبتخليه يمسحه، وبالنسبه لها هي وبنتها هيسافروا ومش هتشتغل معاه تاني. محمد بيروح للجوكر الشركه وبيثبته بمسدس وبيقول له انت بتصور مراتي يا جوكر، وبيدخل ياخد الدي في ار وبيقول له كلمه كمان وهفرتك لك دماغك. بعدها بيكون هيمشي خلاص بس بيرجع له تاني ويقول له ده شرف يا جوكر انت لازم تموت، وبيوجه المسدس عليه وبيضرب بس بيطلع مسدس لعب، بيرمي المسدس عليه وبيقول له انا اخدت العقود كلها وبيمشي، والجوكر بيتعصب من اللي هو عمله. محمد بيروح البيت عشان يدور على عفاف ويحكي لها كل اللي حصل ده بس ما بيلاقيهاش، وعفاف بتكون في حفله مع الجوكر وفي واحد قاعد جنبها بيعاكسها، وبتقول للجوكر ده بيعاكسني، بس بيقول لها عادي سيبيه براحته ده مراد باشا، وبتعرف قد ايه هي رخيصه في نظره وقليله، وبتسيب المكان وبتمشي. بنلاقي الحكومه قبضت على علاء واخدوه ومشي، ومحمد بيجي وبيشوف كل ده وبيسال هو في ايه، هم واخدينه ليه. حسام بيقول له قبضوا عليه وعرفوا ان هو نادية براء. وبنلاقي الجوكر بعت رساله على تليفون محمد وبيقول له اخوك علاء براء دي البدايه ولسه. فمحمد بيروح لمحمد عشان يساله هيحصل ايه ويحاول يساعده ازاي. المحامي بيقول له لو كان مقلد اسم واحده حقيقيه كان هيبقى مشكله، بس ده ما حصلش. دلوقتي هم في قضيه خدش الحياه وهيحاولوا يحلوها ويخرجوه بكفاله. محمد بيروح البيت وبيسمع صوت ام عفاف بتصرخ وبتطلب حد يساعدها. محمد بيروح لها بيلاقيها تعبانه واقعه على الارض، فبياخدها ويوديها المستشفى، والدكتور بيقول له محتاجه عمليه وبيسال هي هتتكلف كام، بيقول له تقريبا 100,000 جنيه. بيطلع محمد من المستشفى مخنوق من النت، وان النت بقى زي الاكل والهواء وعيلته ضاعت بسبب النت ده، وبيزعق في الشارع بقينا عبيد الشاشات. محمد بيروح البيت وبيسمع فيديو للبلوجر المشهور اسلام فوزي بيتكلم على الانترنت، وفي اخر كلامه بيذكر ان كابل الانترنت الرئيسي لو اتقطع النت هيفصل في العالم كله. كمان بيوضح في كلامه ان مصر فيها الكابل الاساسي اللي بيغذي العالم كله بالانترنت، بيمر من عندنا في البحر. محمد بيروح للبنهاوي صاحبه وده بيكون مهندس كابلات بحريه، وبيطلب منه ان هو يساعده ويوصله بكابل الانترنت الرئيسي، وبيعترف له بالخطه اللي هو عايز يعملها. انا هقطع الانترنت مش انت ابنك اتاذى بسببه وانا عيلتي ضاعت بسببه. فالبنهاوي بيوافق ان هو يساعده وبيقول له انا اعرف حد زميلي شغال في الزعفرانه ومحطه الكابلات الرئيسيه، وبيكلموه وبيديلهم كل المعلومات اللي هم محتاجينها. بعدها بيروح لغواص اسمه عزام عشان يساعده، وبيجهزوا عده الغوص والعربيه وبيركب عشان يتحرك. فبنلاقي عفاف بتقول له انت مش متاكد ان انت مفيش حاجه ناقصاك. كمان بتقول له انها بتعرف تعوم كويس وعاوزه تروح معاه، وبتقول للبنهاوي ياخد باله من امها، وبيتحركوا بالعربيه. بعدها بيلبسوا بدله الغوص وبيجهزوا نفسهم عشان يتحركوا على المكان اللي فيه الكابل، وبيوصلوا باللانش مكان الكابل. وعزام اللي هو الغواص بيقول لهم اجهزوا وخدوا بالكم لما نغطس. بيجهزوا نفسهم وبينطوا في الميه، وبتكونوا عمق الميه صغير خالص وبيقدروا يقفوا فيها عادي. وبيتعصب محمد على عزام بس بيقول له لا انت حظك حلو النهارده في مد وجزر، وبيقطع الكابل وبيقطعوا القطعه الاولى. وعزام بيقول له احنا لازم نقطعه مرتين من مكانين مختلفين مش قطعه واحده بس، وفعلا بيقطعوه اول مره وبيركبوا اللانش وبيتحركوا على المكان التاني، وبيوصلوا على المكان التاني وبيغطسوا، ومحمد بيبدا يقطع القطعه التانيه في الكابل. وبنلاقي عفاف بتصور فيديو وهو تحت الميه مع محمد وهو بيقطع الكابل وبيقطعوا المره التانيه وبيفرحوا بالانجاز ده. بعدها بنلاقي سوق البورصه انهار بالكامل، والمصالح الحكوميه والبنوك كلها وقفت، وكمان الجي بي اس في العربيات وقف، والطلبه مش عارفين يجيبوا النتيجه بتاعتهم عشان النت قطع، والناس تيجي تحاسب في المطاعم بالفيزا وبيرفضوا، ما بيكونش معاهم فلوس كاش. وبيجي في التلفزيون اللي العالم كله بيدور على تشكيل العصابه اللي ورا العمليه دي، وبنلاقي الجوكر متعصب هو كمان وبيقول ده خراب بيوت النت ازاي يقطع. المحامي بنلاقيه بيرن على محمد وبيقول له ابسط يا عم علاء هيخرج بكره بكفاله 30,000 جنيه حضرهم لي عشان يندفعوا بكره. محمد بيروح للبنك عشان يسحب فلوس، فبيلاقي فوضى وزحمه في البنك وناس بتكسر الاي تي ام، ولما بيدخل جوه بيلاقي موظف البنك بيقول لهم يا جماعه فلوس الخزنه المركزيه خلصت، والناس بتصرخ لانها ما معاش فلوس، واللي عاوز يشتري اكل واللي عايز يعمل عمليه لبنته. محمد بيتصدم وبيحس بالذنب بتاع الناس دي كلها لان هو اللي عمل كده وقطع النت، وبيطلع للشارع بيشوف معاناه الناس كلهم من غير النت. محمد بيكون زعلان لانه نسي يسحب فلوس من البنك قبل ما يقطع النت، دلوقتي هو محتاج فلوس عشان يطلع اخوه ومش عارف يجمعهم. فبنهاوي صاحبه بيديله 20,000 جنيه بس محمد بيرفض ياخده، وبيقول اللي انا شفته النهارده ده سواد ما بعده سواد،
وبيقرر ان هو لازم يصلح النت زي ما هو قطعه، وبياخد الشبكة بتاعت عفاف وبيروح عشان يبيعها، وتمنها بيكون 70,000 جنيه وبيبيعها ب30,000 بس، وبياخد الفلوس وبيروح يطلع اخوه وبيدفع له الكفالة، وبيعرف علاء ان ام عفاف محتاجة عملية ب100,000 جنيه، وبيقرروا يبيعوا العربية بتاعت علاء. وهم ماشيين بالعربية بيلاقوا رشاد رشرش اللي هو المفروض اكبر بلوغ العربي اتجنن عشان النت اتقطع. بيروح البيت وبيحكوا لعلاء ان هم اللي قطعوا النت وهم اللي عملوا كده، بس ما بيصدقهمش. عفاف بتقول له طب انا الحمد لله انا مسجله فيديو، وبتوري له الفيديو هم بيقطعوا الكابلات في الميه، فبيرد عليهم ده انتوا عملتوا مصيبه. وبيكونوا جمعوا من المبلغ بتاع العمليه 30,000 جنيه، وحسام بيجي من بره ويقول لهم انا اقدر اتصرف في فلوس العمليه كامله، انا معايا 4 حبوب كل واحده منهم ب$1000 يعني 200,000 جنيه مصري اكتر من ثمن العمليه. بيجي علاء من المطبخ وبيكون جعان وبياخد ال4 حبوب بياكلهم وبيحسبهم ملبس، وكلهم بيتصدموا لما بيلاقوا اكلهم كلهم وبياخدوه يودوه المستشفى. محمد بيقول له انت متعشي ب200,000 جنيه وال30,000 جنيه اللي معانا عملنا لك بيهم غسيل معده. محمد بيشوف التلفزيون وبيلاقي ان الكهرباء والميه مش هتتوفر، وخلال اسابيع ده هيكون سبب في موت بشر كتير، وبيحس بالذنب وبيكون مخنوق وبيقول لعفاف انا لازم اسلم نفسي، انا الوحيد اللي عارف مكان القطع فين. بس بتقول له انا ماليش غيرك، اوعى تعمل كده. علاء بيروح للجوكر ويقول له انت لو اديتني 100,000 جنيه اعمل لخالتي العمليه هقول لك سر يحييك من تاني. بعدها بالله الجوكر راح لمحمد البيت فبيمسك فيه ويقول له انت جاي لحد عندي. الجوكر بيرد عليه مش انا عرفت ان انت اللي قطعت النت؟ فمحمد بينكر ويقول له مين اللي قال لك الكلام الاهبل ده؟ فالجوكر بيرد عليه حبيبي علاء اللي قال لي كده. محمد بيمسك فيه ويقول له كان اهون انك تبلغ البوليس وما تقولش لده. بعد كده الجوكر بيقعد معاهم ويقول له الفيديو اللي انت فكرتني صورت مراتك فيه انا ما عملتش كده، دي كاميرا انا ما كنتش اعرف انها موجوده في المكان ده، الكاميرا دي كمان صورت امه. وبيقول له هل كنت اعرف ان في كاميرا هنا؟ وهيسكت ويخلي الكاميرا دي تصور امه. بعدها بيوروا الفيديو بتاعهم وبيقطعوا الكابل بتاع النت وبيهددوا انا ممكن احبس مراتك مدى الحياه. وبنعرف ان علاء هو اللي بعت له الفيديو. الجوكر بيقول له انا هثبت لك حسن نيتي وهمسح الفيديو، وبيقول له حط ايدك في ايدي انا عارف ان انت محتاج فلوس عشان عمليه ام عفاف، بس انا فلوسه كلها في البنك وعشان اسحبهم لازم النت يرجع. محمد بيرد عليه انا محتاج النت يرجع قبلك بس مش هعرف اعمل كده لوحدي، انا محتاج مهندس متخصص عشان يعرف يرجعه تاني. الجوكر بيوافق وبيقول له معاك 10 مهندسين مش واحد بس. وفعلا بيروحوا تاني لمكان الكابلات وبيختصوا، بس بيكتشفوا ان الكابل اتصلح ومش عارفين مين اللي صلحه. الجوكر بيتعصب وبيقول له انت بتغفلني وبيطلعوا تاني. صاحب اللانش بيقول لهم اطلعوا بسرعه في مراكب جايه من بعيد وشكلها حكومه. والجوكر برضه ومحمد بيكونوا لسه بيتخانقوا وبنلاقيهم فعلا حكومه جت وبتثبتهم وبتقبض عليهم. بيتعرضوا على المأمور وبيسألهم هو انتوا اللي عملتوا كل ده؟ محمد بيرد عليه انا اللي مسؤول عن كل ده يا باشا وعملت كل ده لوحدي، بس كلهم بيقولوا ان هم شاركوا في الجريمه دي وكانوا معاه ولو هيتحبس كلهم يتحبسوا معاه. محمد بيرد يا فندم انا المسؤول عن كل حاجه والناس دي مالهاش اي ذنب وانا اللي خططت ونفذت وانا اللي قطعت الانترنت. المأمور بيضحك وبيقول له انا مش عارف انت مجنون ولا شارب حاجه، انت قطعت كابل النت بتاع قريه نيفين. وبيسالوه طب لو مش احنا اللي قطعنا النت مين اللي قطعه؟ فبيرد عليهم ده تشكيل عصابي قبضنا عليه امبارح ومدام نيفين صاحبه القريه اتنازلت عن المحضر تقدروا تروحوا. وبيعرفوا من التلفزيون ان النت رجع تاني وكلهم بيفرحوا ان النت رجع. محمد بيخرج فرحان ومبسوط وبيقول الحمد لله اني طلعتك يا جوكر بره العيله بتاعتي، وكمان الدوله وافقت تنفذ لي المشروع بتاعي. والحاجه الوحشه ان الجوكر اتجوز خالته ام عفاف وبقت تعمل فيديوهات مع الجوكر عشان يطلعوا ترند. وبس الفيلم كده بيخلص. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو انت وصلت لحد هنا، وصلي على اشرف واطهر الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبس سلام.